تجمع ولا اكتوبر؟ سواء التجمع او اكتوبر من افضل الاماكن الموجوده في القاهره، لكن لما اجي اشتري القرار بتاعي بيعتمد انا بشتري ليه؟ سكن ولا استثمار؟ اولا لو بشتري في حاله السكن قراري هيعتمد انا شغلي فين. لو شغلي في المهندسين او الجيزه يبقى طبعا اكتوبر اقرب. لو شغلي في المعادي او مصر الجديده او مدينه نصر يبقى طبعا التجمع اقرب، لان السكن قريب من شغلي بيوفر وقت ومجهود وبيفرق جدا في الراحه النفسيه. الحاجه الثانيه في حاله الاستثمار القاهره الجديده متفوقه على اكتوبر لاكثر من سبب. اول حاجه توجه الدوله والنمو العمراني رايح اتجاه شرق القاهره، حتى لما الدوله عملت العاصمه الاداريه عملتها جنب القاهره الجديده. ده بيعرفك قد ايه حجم القاهره الجديده وقيمتها استثماريا. متوسط الايجارات في القاهره الجديده اعلى من اكتوبر سواء سكني او تجاري او اداري. لو هنيجي للقرب من المطار فالقاهره الجديده اقرب من مطار القاهره. البنيه التحتيه في القاهره الجديده احدث، وبالنسبه للطرق في طرق مهمه ومحوريه جدا بتوصلك للقاهره الجديده زي طريق السويس وطريق السخنه والطريق الدائري والدائري الاوسطي. طبعا ده غير شبكه الطرق القويه جدا اللي داخل القاهره الجديده. لو هنتكلم عن الخدمات والمولات فعندك خدمات قويه جدا ومولات ضخمه جدا داخل التجمع الخامس زي كايرو فيستيفال والداون تاون وجامعات زي الجامعه الالمانيه والجامعه الامريكيه. وبرضه اكتوبر فيها اماكن راقيه زي الشيخ زايد ومولات ضخمه زي مول مصر ومول العرب. طبعا ده غير ان القاهره الجديده مربوطه بطريقه مباشره بالعاصمه الاداريه والعين السخنه ومحاور التنميه. ده غير ان القاهره الجديده حواليها مدن ضخمه، العاصمه الاداريه، مستقبل سيتي، مدينتي. ده كله بيخلق لك بيئه قويه جدا للاستثمار وانك تحقق اعلى عائد استثماري لو اشتريت في القاهره الجديده. ومن حيث بقى مستوى السكن فالقاهره الجديده معظم الاماكن اللي فيها اماكن راقيه جدا من حيث السكن زي البنفسج والياسمين وجنوب الاكاديميه والنرجس ومنطقه الجولدن سكوير. الخلاصه لو سكن يبقى طبعا اختار المكان اللي اقرب لشغل، لكن لو استثمار فالقاهره الجديده افضل من اكتوبر لان التوجه العام والنمو العمراني رايح اتجاه شرق القاهره. وانت بقى قول لي رايك، تجمع ولا اكتوبر؟ ولو قدامك اكتر من فرصه عقاريه متردد ومش عارف تاخد قرار كلمني وانا هساعدك انك تختار صح. انا محمود جمال، وعشان تعرف كل تفاصيل السوق العقاري اعمل لي فولو.